بتقرأ الفاتحة كتير في كل صلواتك، بس تعرف معانيها، معنى آياتها؟ طب تعرف معنى الحمد لله؟ وإيه الفرق بينها وبين الشكر؟ الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ طب تعرف الفرق بين الرحمن والرحيم؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن الرحيم مع بعض؟ يلا بينا نعرف الفرق مع بعض. الشكر هو رد فعل على نعمة جاتلك، حد عطاك حاجة فبتقوله شكرا، يعني الشكر هنا مرتبط بالعطاء. أخدت حاجة مادية أو معنوية فشكرت اللي أعطاها لك. لكن الحمد هو ثناء على ذات المحمود ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو لم يعطيك شيء أنت تحمد الله لعظمته لجلاله، سواء أعطاك اليوم أو منع عنك. الشكر باللسان والجوارح، لكن الحمد أعم وأشمل. الحمد باللسان والقلب، عشان كده بنقول الحمد لله. الحمد لله على كل حال، حتى في الضراء. طيب الرحمن الرحيم، ايه الفرق بينهم في المعنى؟ الرحمن صيغة مبالغة على وزن فعلان، بتدل على الامتلاء والسعة. يعني رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، المؤمن والكافر، الإنسان والحيوان. صفة ذاتية لله عز وجل، زي البحر الواسع اللي الكل بياخد وبيستفيد منه. أما الرحيم على وزن فعيل، بتدل على التجدد والاستمرار. صفة فعلية بس خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. يعني الرحمة اللي بتنزل عليك في سجدتك، في دمعتك، في تيسير أمرك الصعب. الرحمن هو الذي يرحم الجميع بوجوده، الرحيم هو الذي يرحمك أنت بفعله ولطفه الخاص بك. لو حسيت ان انت استفدت من الكلام ده، شيره لغيرك عشان يصلي وهو خاشع، لانه فهم وتعلم المعنى صح. ويلا بينا نسيب أثر طيب.